اكيد شفت فيديوهات كتير بتقول لك ان دول هم افضل تطبيقات للمونتاج على الموبايل، لكن الحقيقه هي انه ما فيش حاجه اسمها افضل تطبيق مونتاج مناسب لكل الناس، لانه كل واحد ظروفه مختلفه عن الثاني من حيث مهارته في المونتاج وقوه جهازه. شوف الفيديو للاخر عشان تعرف ايه هو افضل تطبيق مونتاج مناسب ليك. دلوقتي عندك 3 انواع من المنتجين: مبتدئ وده لسه بيجرب ويتعلم، متوسط وده اللي فاهم الاساسيات وبيشتغل، محترف وده عايز ادوات متقدمه وتاثيرات اقوى. وفي نفس الوقت في 3 انواع من الاجهزه: اجهزه ضعيفه 4 رام او اقل، اجهزه متوسطه 6 رام، اجهزه قويه من 8 رام وطالع. ومش الرامات بس هي اللي بتفرق، المعالجه اهم، وخصوصا لو كان 64 بت لانه احسن من 32 بت، والمساحه الفاضيه واللي كلنا عارفين المعلومه دي. انت كل ما تزود الرامات كل ما باقي المواصفات هتعلى بشكل نسبي لوحدها، على عكس الكمبيوتر اللي تقدر تزود امكانياته بنفسك. ولو ضربنا انواع الناس في انواع الاجهزه يطلع عندنا 9 احتمالات، وفي الجدول ده اختصرتهم لك ل5 احتمالات بس تتجنب التكرار. وقبل ما تعمل سكرين شوت الجدول اللي جاي متدافع وموجود بشكل مجاني في المستودع اللي في سيرفر على الديسكورد، والسيرفر ده مش معمول للمنتجين والمصممين بس، السيرفر ده معمول لكل انواع الموهوبين، سواء كنت منتج او مصمم او رسام وعندك اي موهبه ثانيه. رابط السيرفر تلاقيه في وصف الفيديو او في باقي القناه او في حسابي على الانستغرام. دلوقتي انت لو مبتدئ فيبقى صعب عليك تستخدم تطبيقات المحترفين، على عكس لو كنت محترف. ولو انت جهازك كحيان فجهازك مش هيشغل تطبيقات المحترفين اصلا، على عكس لو كان جهازك قوي واللي يقدر يشغل اي تطبيق. زي ما انت شايف هم 14 تطبيق مونتاج وكلهم محترفين، مش محتاج تجرب غيرهم، لاني سبق وجربت كل تطبيقات المونتاج في الفيديو ده، باستثناء كم تطبيق اذكرهم في الفيديو ده، والثلاث تطبيقات ما لهمش شروحات كتير اصلا، بس انصحك تجربهم فيما بعد. دلوقتي انا اقول لك على كل تطبيق مناسب لمين من ال 14 دول، زائد فيديو شرح لكل تطبيق بحيث انك تبدا منه. لو جهازك ضعيف وانت مبتدئ فعندك يوكات واللي هو مجاني بالكامل ومع قيمتين تشغيل دول من صفحتهم الرسميه على اليوتيوب، واللي الصراحه جامدين جدا لاي مبتدئ. وفيديو ميكر اللي هو اليوتيوب نفسه واجهه يوكات كوبي بيست وبرضه مجاني بالكامل، واللي معاه الفيديو ده وان شوت اللي كل الادوات فيه مجانيه الا كم تاثير وانتقال واللي مش هيفرقوا معاك، وتقدر تشيل منه العلامه المائيه واللي مع الفيديو ده. ولو جهازك متوسط وانت مبتدئ فعندك في ان اللي هو مجاني تماما، ومع الفيديو الاسطوري ده اللي حرفيا عباره عن كورس مونتاج التطبيق، وفي فكات اللي معظمه مجاني بس ما تقدرش تشيل منه العلامه المائيه واللي معاه الفيديو ده. وين كل ما تلاقيش اللي شرح، اغلب الشروحات كانت عن ازاي ترفع جوده الفيديو باستخدامه. على العموم هي واجهته نفس واجهه كاب كات تقريبا. ولو جهازك متوسط وانت متوسط فعندك كين مثلا، اكثر تطبيق بيحاكي برامج المونتاج على الكمبيوتر من ناحيه المظهر، بحيث انه بيشتغل بالعرض على خلاف معظم تطبيقات المونتاج. والاحسن من كده انك تقدر تحفظ المشروع بتاع الفيديو، بس مشكلته الوحيده ان في علامه مائيه مستفزه جدا ما تقدرش تشيلها. واكيد ارشح لك التطبيق قائمه التشغيل اللي من قناتهم الرسميه على اليوتيوب. وعندك سبرينج اللي هو كين ماستر بس بطول، ده غير ان علامته المائيه في اخر الفيديو اللي ممكن تشيلها. ولا ارشح لك معاه الفيديو ده وفاني ميت اللي انصحك تتعلم مونتاج الاول بعد كده تستعمل التطبيق، او انك تشوف الشروحات اللي منزلينها في قناتهم على اليوتيوب، واللي مشكل السبنيلات تحس ان التطبيق موجه للبنات، واللي تقدر تعمل 100 منه بس الطريقه لافه جدا. هو تطبيق اسطوري وانصحك انك تجربه، بس عيب خاطر انه ما فيهوش ليه الصوت على ما اتذكر. التطبيق تقريبا مخصص للناس اللي بيعملوا اديت زي كده. ولو جهازك قوي وانت متوسط فعندك كاب كات غني عن التعريف، اشهر تطبيق مونتاج على الموبايل في العالم، واللي انا مش محتاج ارشح لك ليه فيديو، ده اكتر تطبيق مونتاج يتعمل له شروحات على اليوتيوب. ده غير انه هو تطبيق المونتاج الوحيد اللي تخطى المليار تحميل على جوجل بلاي. بس كاب كات مش هيفيدك لو معكش فلوس، لان اغلب ادواتك النسخه البرو ادفع عشان تمنتج. وعندك بلور اللي اغلبه مجاني وما فيهوش علامه مائيه واللي مع قائمه التشغيل الجامده دي من قناه ماكس برو. ولو جهازك قوي وانت محترف فعندك موشن نينجا ولايت موشن ونوت فيديو. الثلاث تطبيقات دول هم اثقل 3 تطبيقات للمونتاج على الموبايل يا اخي. عشان تعرف تمنتج على اي واحد فيهم فيديو طويل بكل سلاسه فانت محتاج الموبايل ده ايفون اس ام اوف احشي كمان. نبدا موشن نينجا اللي يعتبر اقوى تطبيق مونتاج على الموبايل حرفيا، لكن شروحاته ناقصه جدا على اليوتيوب. ده غير انك ما تقدرش تشيل منه العلامه المائيه وبعض المميزات فيه مدفوعه. عندنا بعد كده تطبيقات اللي بينافسوا بعض على مين يبقى خليفه افتر افكت على الموبايل: لايت موشن ونت فيديو. في ناس كتير بتخلط بين لايت موشن وافتر موشن، ولو ما تعرفش ايه هو افتر موشن فهو النسخه المعدله من لايت موشن. وانا هنا قلت ان النسخه المعدله مش المكره، لان عمل افتر موشن شال العمل المائيه من لايت موشن وكمان اضاف اكتر من ضعفين التاثيرات، واللي مش موجود اصلا في لايت موشن. على العموم اتكلم عن الموضوع ده بفيديو منفصل لوحده. كل اللي اقدر اقوله لك انك تقدر تبدا بالفيديو ده وقائمه التشغيل الاسطوريه دي اللي من قناه ماكس برو برضه. واخيرا وليس اخيرا النوت فيديو، ولا مش هتتلاقى فيديو واحد بيشرح التطبيق بالكامل، اللي بيشرح يشرح افكت معين في التطبيق، بس ممكن تبدا بالفيديو ده. وبكده انت المفروض دلوقتي تبقى عارف ازاي تختار تطبيق المونتاج المناسب ليك. سبت لك ملف فيه كل المعلومات اللي هتحتاجها عن كل تطبيقات المونتاج على الموبايل في المستودع اللي في سيرفر على الديسكورد. الملف بلغه المارك داون واللي تقدر تشغله على اوبسيديان. لو وصلت لحد هنا فمعنى كده ان الفيديو عجبك. ما تنساش اللايك الرهيب والاشتراك الفظيع وانك تشارك الفيديو مع كل المهتم. اكتب لي رايك في التعليقات عن الفيديو بكل صراحه، زي التعليق حلو زيك وعايز ايه في الفيديوهات الجايه. وبالنسبه للمسابقه بتاعت الفيديو اللي فات فانا نزلتها بشكل منفصل كفيديو شورت على اليوتيوب والانستغرام والتيك توك، يبقى روح شوفها. وفي النهاية أحب أقول لك خليك دايما أحسن نسخة من نفسك. مع السلامة.